اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على هذه القضيه ديال المشاريف ديال النهايه ديال رمضان. بالنسبه للثقافه الامازيغيه خصنا نفرقوا بين الزوم ورمضان كما سلف الذكر، بمعنى ان الامازيغ بصفه عامه عندهم تكييف ديال المعتقد مع قداسه الارض. اليوم اللي بغيت نقول بان هذا التجسيد لهذا التكييف تيتجلى اساسا من طريقه تعامل الامازيغ مع الشهر ديال الازوم. تيقسموا على ثلاثة العشريات، ثلاثة: تمرة والتزوار يقال عنها عشرية إيسان بمعنى للفرسان، والعشرية الثانية تمرة والتسنث يقال عنها للشباب، يعني القادرون على العمل، بمعنى القادرون أيضا على الدفاع عن الأرض وعن القبيلة. بالنسبة لتمرة والتسقراط أو العشرية الأخيرة لتفقيرين، بمعنى رمز ديال الأسرة المتوجة اللي هما الوالدين، الأب والأم، أفقر أو تفقيرين، خصوصا الأمهات. لذلك فالأمازيغي دائما من خلال كل الممارسات العقائدية إلا وله علاقة بقداسة الأرض، وهو ما يجعله يعني هذا المستعربين الذين يربطون عقلهم دائما بالمشرق أكثر من شمال إفريقيا وأكثر من خصوصيتهم الأمازيغية. تنبيه.